في يوم من الأيام كان في ضفدعة ماشية هي وصاحبتها، ماشيين بيتمشوا كده في الغابة. وهم ماشيين في ضفدعة منهم وقعت في حفرة، بس حفرة كانت عميقة قوي، وقعدت تصرخ وتنادي حد يلحقها. بدأ يتجمع الحيوانات اللي موجودين في الغابة وعمالين يبصوا عليها ويقولوا لها ايه اللي انت بتعمليه ده؟ انت بتحاولي تطلعي، انت مش هتطلعي. وهي بتحاول تطلع، كل شويه يقولوا لها مش هتطلعي، مش هتطلعي، انت مش هتعرفي تطلعي. وهي كل شويه تبص لهم وتحاول تطلع وتحاول تطلع، ويقعدوا تاني يقولوا لها الحفره كبيره، الحفره عميقه، انت مش هتطلعي، انت اتحكم عليكي بالموت. وهي عماله تبص لهم وتحاول تطلع تحاول تطلع تحاول تطلع. وفجاه فعلا طلعت على السطح ونطت من الحفره على الارض. استغربوا، بيقولوا لها انت ازاي طلعتي؟ ده الحفره كبيره جدا. هي مش بترد. صاحبتها اللي ماشيه معاها قالت لهم هي مش هترد عليكم، هي اصلا مش بتسمع، هي اصلا ما بتسمعش. الضفدعه علشان هي ما بتسمعش، هي شايفاهم عمالين يقولوا لها مش هتطلعي، مش هتطلعي، الحفره عميقه، مش هتعرفي تطلعي. وهي فاهمهم بيقولوا لها حاولي هتنجحي، هتطلعي، حاولي. هي مش سامعه اللي هم بيقولوه، بس هي حست اللي جواها وبقت تبص لهم وحاسه ان هم بيهللوا وبيشجعوها وبيقولوا لها فعلا هتقدري وهتطلعي. انت كمان ما تسمعش للي حواليك، سمع او اسمع احساسك، اسمع اللي جواك انت، اسمع احساسك انت، هتقدر ولا مش هتقدر؟ هو ده اللي هيفرق معاك. ما تسمعش للناس، اسمع لنفسك، شوف فعلا انت عايز ايه.